انا بقى زيك بالظبط، بجيب البصل واحطه في التربو والاقيه باظ، قلت لا، تعالي بقى هنا هقولك على فكره عبقريه. لو جبتي كميه البصل بتاعتك على طول كده، انا هنا معايا ما شاء الله حوالي 5 كيلو او اكتر كمان، جبته بقى وابتديت ان انا اقشره بالشكل ده. هقشر كل الكميه زي ما انتي شايفه، وهيفضل قاعد معايا طول السنه كامله. طول السنه كامله، ايوه طول السنه كامله. كل ما تجيبي 5 كيلو اعملي اللي انا هقولك عليه ده، وهيفضل معاكي لاخر واحده، مستحيل ترميه. بس صلي على النبي وسمي بالله، وما تنسيش تقولي لي كمان من اي بلد بتشوفيني. كمان هسيب لك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت، حملي منه كل الافكار اللي انا بقدمها لك دي، بس بدون انترنت. اول مره بنت وبعد كده بدون انترنت. بعد كده قشرت بقى البصل بتاعي كله وخدته تحت الحنفيه كده، غسلته كويس جدا 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 وصفيته من الميه، وابتديت ان انا هاخد ايه في البدايه كده نص كميه البصل، هقطعها كده لمكعبات زي ما انت شايفه بالشكل ده. عايزه اقولك هتتعبي يوم وهترتاحي طول السنه، هيفضل عندك اشكال والوان كده يعني زي ما بيقولوا. وكمان نسيت اقولك ده بقى ب5 جنيه في السوق دلوقتي، اشتريه بقى دلوقتي وهاتيه واعمليه بدل ما تجيبيه ب30 و35 جنيه. شايفه انا هنا عملت اول كميه منهم وحطيتهم في الطبق معايا. خلي بقى بالك طويل، عايزه اقولك والله ما بياخد وقت. في اول مره هتيجي تعملي الفكره دي هتحسي ان انت تعبانه، لكن لما تتعودي عليها هتعمليها طول الوقت. هنا بقى خلاص قطعت البصل بتاعي لمكعبات، هبتدي بقى اقطع تقطيعه تانية زي ما انتوا شايفين كده. هنقطع البصل بقى ايه لشكل صوابع كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم هنقطع الكميات اللي احنا عايزينها. عندك بقى اكتر من الكميه اللي انا عندي دي، قطعي بقى اكتر. بصي هترتاحي، بصي انا بقدم لك فكره هتريحك طول السنه. هتقولي لي طب كل الكميه دي هتقعد معاكي طول السنه؟ اقول لك على الاقل يعني هتقعد معايا مثلا شهرين يا ستي 3. انت تقدري تجيبي اكتر تجيبي اقل براحتك، على قد امكانياتك هاتي وشيلي. وزي ما بقولك دلوقتي كمان بقى رخيص. هنا قطعته صوابع، هنا بقى قطعه ترانشات كده بالشكل ده او حلق. شايفه بالشكل ده قطعت كده مكعبات اللي انت شفتيها في البدايه دي لسه هنعمل فيها شغل، لسه ما خلصناهاش. والتانيه الصوابع، ودي ترانشات هنحطهم كده في طبق ونركنهم على جنب. وهقول لكم بقى الحبه الباقيين معايا دول هقطعهم ازاي. هنقطعهم بقى ايه قطع كده صغيره، احيانا كده بنحب نستخدم البصل متقطع قطع صغيره. فسهلي على نفسك كل حاجه. وكمان كل سنه وانتم طيبين، العيد حضري بقى بسرعه عشان ما تقعديش بقى تعملي بصل وتبهدلي نفسك في العيد. هنقطعه بالشكل ده، ودي اسهل طريقه انا بحب اقطع بيها البصل بالشكل ده. بس كمان هسيب لك التطبيق في الكومنتات بقى، ما تنسيش تحمليه عندك واستفادي بيه، في اكتر من 400 وصفه. هنا انا بوريكم الاشكال اللي انا عملتها. هنشيل بقى دول كده كلهم على جنب. انا رشيت له ملح وفلفل اسود بس، مش اي حاجه تانية. ابتديت بقى اجيب البصل اللي ابتدينا بيه في البدايه واضربه في القبه كده، بس ما بضربوش قوي يعني، ما بخليهوش ينزل ميته، يا دوبك جرشه على الناعم، مش ناعم ناعم عشان ما يبقاش ميه. ضربتين كده وبوقف، وبعدين اكمل بقيه الكميه بتاعتي. بعد ما خلصت كل الكميه رشيت له ملح وفلفل اسود وبس كده. هقلبه كويس بقى مع بعضه، وهبتدي بقى اجيب الاكياس بتاعتي واقسم. عندك علب تلاجة حطي فيها، ما عندكيش استخدمي الاكياس كده. هنا انا كنت بحط بقى ايه على دي الكيسه دي على قد طبختين بس. انا بعمل ايه بقى لما بيجمد؟ باخد اول حته كده بتطلع معايا بسهوله، لان انت لما بتفردي البصل كده او اللحمه كده على طبقه رقيقه بتطلع معاكي بقى بمنتهى السهوله، تكسري منها حته تتكسر معاكي بكل سهوله. هخلص بقى. بصوا كده خلصت اللي هو المبشور بالشكل ده، وطبعا بنستخدمه في اكل كتير جدا. وهنا بقى الصوابع طبعا بنستخدمها برضو في صينية البطاطس، في اللحمة المشوحة بنحتاجها برضو. خلصت هنا برضو عملت منها حوالي 4 أو 5 أكياس بالشكل ده. وهنا قسمت الحلق برضو، ما عملتش حلق كتير لأن استخدامه فيه مش كتير قوي. اللي بستخدمه قوي المبشور والصوابع والقطع الصغيرة. شايفين كل الكمية دي؟ متنسوش بقى الشير واللايك.